تمام. الخطوة الثانية نروح إلى متصفح إلى برنامج السايفون. ننقط هنا، نختار دولة اليابان ونحط صح على أول وحدة ونعطي تشغيل. أنا شغلت البرنامج. أوكي، رحت الخاطر ربك. المهم بعد ما نشغل برنامج سايفون نروح إلى متصفح كروم. بعد ما نفعل السايفون حبايبي نفتح متصفح كروم ونكتب هنا بالبحث هذا الرابط. راح اخليه لكم بالوصف، بس خليه يفتح شوي الموبايل علق. طبعا اسف شباب شوي الموبايل علق. المهم بعد ما نفتح متصفح كروم ونسجل بيه دخول بالايميل مالتك او ما بايميل ماك مشكله، يعني المهم تفتح متصفح كروم شوي هو النت راح يضعف عندك وراح يعلق شوي جهازك لين حولت اي بي ياباني. المهم بعد ما نفتح متصفح كروم نلصق هذا الرابط بالبحث، نسوي له بيست نبحث عليه. اول شي تسوي تختار هاي اللغة. شوف هاي اللغة شباب اللي فوق الزاد، هاي اللغة اليابانية. تختار اللغة اليابانية. هسه تمام. راح نروح نجيب الايميل هذا كوي، نلصق الايميل. طبعا الرابط راح تلقونه بالوصف. طبعا بس خلي احط الباسورد وارجع وياكم شباب. بعد ما نحط الايميل والباسورد نضغط على تسجيل الدخول هاي باللغة اليابانية. تم اقفال الحساب مؤقتا. تطلع لك هاي الرسالة. هسه واحد يسأل يقول انا حسابي طلب اختبار صور وحليت اختبار صور غلط وانه براد مني هوية وانا ما عندي هوية، او حسابي مثل مزخرف، او حسابي غير اسم مثل ما شوفان الحساب. اذا هاي شلون بهاي الحالة؟ يعني بس كل ما يفتح الحساب يقول له شكرا سنتصل بك على عنوان البريد الالكتروني. في هاي الحالة انتظرني الشرح اللي راح انزله بالقناة هم اليوم ان شاء الله قبل ما اروح. انزله بالقناة اللي يعلمك شلون ترجع حسابك الى اختبار الصور. اوكي واضح؟ راح انزل شرح بقناتي ترجع حسابك الى وضع اختبار صور بهوية وما بهوية. المهم نرد الحساب الى وضع اختبار صور، علمه تحل اختبار صور بهاي الطريقة. هسه راح اضغط متابعة. هذا النص احله بصورة صحيحة. CDRFINE. طبعا هذا لازم تحله من اول مرة او من ثاني مرة مثل ما تشوفون مباشرة. بس تحل هذا الكود او ما يعطيك كود، يعني بس تفتح تحول جهازك لغة انجليزية. اوكي، وتفعل برنامج السايفون، تختار موقع اليابان وتغير لغة المتصفح الى اللغة اليابانية وخلاص. هسه بس اكو فد فقرة تابعوا وياي. راح اضغط متابعة. هنا شو يقول لك؟ تطلع لك هاي الواجهة. طبعا هاي لان اختبار الصور التحقيق الامني. هنا راح تضغط متابعة. هاي لان الحساب اول مرة ينفتح بتليفوني. انت من تفتح الحساب توصل هاي المرحلة الموافق على تسجيل دخول هاتفك الكمبيوتر، تضغط عليها تضغط متابعة. هنا شوف ايش راح يطلع لك. راح يطلع لك بس متصفحات مال جهازك. اوكي، اني ما هسه عندي ما يسجل دخول. ليش؟ لان الحساب ما هو الي. اوكي مثل ما تشوفون الحساب ما هو الي. بهاي الطريقة راح تقدر تسجل دخول بحسابك وكل شيء ينتهي. اوكي، يعني تحل اختبار صور. ومرات من تصل هاي المرحلة يطلع لك يعني هسه خلاص انتهى الاختبار وانتهى الشرح. من تصل لهاي المرحلة يعطيك تاريخ الميلاد. بس تحط تاريخ ميلاد مال حسابك يفتح عندك الحساب. لو مباشرة يفتح، ركز وياي، لو مباشرة يفتح عندك الحساب لو يطلب منك تاريخ الميلاد فقط. اوكي شباب. اللي حسابه حال اختبار صور غلط وما يقدر يفتحه، يتابع الشرح شلون يرجع حساب لوضع اختبار صور وياي. اوكي اللي راح ننزله اليوم. تحياتي لكم، ورجاء اشتركوا بالقناة وطلنا لايك الفيديو. ومنها بقول تحياتي لصديقي حمزة اللي قال لي بهاي الفيكة بعد ما توقفت.
وتحياتي لكم.